قبض على مطرب المهرجانات والاغاني الشعبيه عصام صاصا. هو ايه اللي حصل؟ يلا بينا علشان احكي لك. اللي حصل يا سيدي ان مطرب المهرجانات عصام صاصا كان راكب النهارده عربيته وماشي اعلى الدائري بالمنيب قبل نزله الماريوتيه. فجاه شاب كده ظهر على الدائري وهو بيعدي الطريق، ولكن من غير ما ياخد باله منه خبطه، ولكن الخبطه اثرت عليه ونطرته عده امتار طبعا. وقع على الارض والناس كلها اتلمت وبلغوا الشرطه. وطبعا المطرب عصام صاصا ما رضاش يمشي من مكانه عشان خاطر يطمن على الشاب ده، وكمان كان مستني الشرطه تيجي، وعشان برضه كان عمال يعني عربيته كمان كانت يعني اتدمرت. المهم طبعا تم التحفظ عليه وعلى عربيته، وهيتعرض بكره على الطب الشرعي عشان خاطر يتعمل له تحليل عشان خاطر يتاكدوا ان هو كان اخد حاجه او متعاطي حاجه ولا لا. وكمان هيتعمل محضر بالواقعه، وهيشوفوا طبعا كاميرات المراقبه الموجوده عشان يشوفوا الموضوع فيه شبهه جنائيه ولا لا. وطبعا الشاب في الثلاثينات من عمره الله يرحمه ويصبر اهله وعنده ابناء،